اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم حبايب يا أغلى ناس وأحلى ناس حبايبي؟ هذا فيديو سريع طلبوه من عندي لتوضيح قياسات الكليتشة العراقية. خليكم ويا الفيديو حبايب قلبي، لا تنسون اللايك. مع السلامة، مشاهدة ممتعة إن شاء الله. هنا عندنا كيلوين طحين، 2 قالبين زبد، لبن زبادي، 2 قشطة، خاشوقة حليب، خاشوقتين حليب. لا تكثرون حليب ترى الكليتشة تصير سودة. بيكنج باودر، خاشوقة هيل هاي الثانية، خاشوقة حوائج مال الكليتشة، خاشوقة وحدة خمرة. هنا عندنا البيكنج باودر كيس واحد حخلي ما خلي 2. هنا الزبد موعته. بسم الله الرحمن الرحيم. لبن يعطيها هشاشة، هذا الثاني، وما تأذي المعدة. هاي هنا هسه عندنا القشطة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا 1، هذا 2. نبدي نخلط مكونات كلها مع بعضها. هناش عندنا دهن حر، هذا 250 غرام يعني ربع كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندنا طبخ نكهة التوفي او الكراميل، انا متعلمة دائما اخلي الكليشتي كلش طيبة تصير. وهنا عندنا نكهة الفانيلا. هذا الجلاس الثاني زبد ومخلوط دهن حر، طبعا هم 250 غرام. المجموع عندنا على الكيلو 500 غرام دهن حر وزبد. طبعا الزبد هاي النوعية انا استخدم، هاي مال كيك استخدمها طبعا الكيك. طبعا موعته وبردته ودا اقيس بالجلاس. هاي كيلوين طحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دبيته كله، اشوف وارجع لكم. وهسه نبدي نخلط حبايبي، اخلص الخلط وارجع لكم ان شاء الله. وصلنا مرحلة لابس الطحين مع الدهن الحر والزبد، وهذا النص الجلاس البقع عندي لحبدي اعجن بيه. هنا عندنا حليب، شكر ما ذبيت ويا الخلطة حخليها ويا الحليب. لحظة، هاي باعوا خاشوقة الثانية. خليت بنتي تعجن لي، اني ما بيها حيل مريضة. يلا بنتي. هذا ثاني جلاس حليب حبايبي، اكلت من عندي 2 جلاس حليب من عجنتها. وهنا حبايبي كملتها العجينة وما اروعها. شوفوها شلونها هشة وتخبل، شوفوا مو قوية.